بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا عيلتي الجميلة، عاملين ايه؟ احنا طبعا زي ما انتم شايفين معايا النهارده. آه ايه، احنا هنعمل مع بعض فيديو جديد. الفيديو ده ام احمد هتقشر فيه اللوف. ايه اللوف ده يا ام اسامه؟ اللوف يا جماعه اللي احنا بنسبح بيه. طبعا زي ما انتم شايفين معاها اول كوز. الكوز ده شكله وهو اخضر. طبعا احنا وريناكم قبل كده زرعة اللوفة، فاكرين؟ لو قلبتوا في الفيديوهات السابقة هتشوفوا زرعة اللوفة وكيزان اللوف وهي طالعة كده ولسه خضرة على الشجرة بتاعتها او على الزرعة بتاعتها. طبعا دلوقتي بعد اللوف ما بينشف، وريني كده يا ام احمد. شايفين كده هو نشف ولازم نسيبه ينشف على الأم أو على الشجرة بتاعته، ما ينفعش نشيله. أو في ناس يعني بتخليه أصفر كده وبتشيله بس لما إيه؟ هو كده استوى. فهي جابت كوز أخضر علشان توريهولكوا وهو أخضر. هو كده مش مستوي قوي اللي هي بتقشره اللي في إيديها ده، ولكن اللي جنبها اللي هو ناشف ده كده استوى. حتى هتلاقوا الليفة بتاعته من جوه لونها أبيض. طبعا اللوف ده بيتزرع في مساحات واسعة، وناس كتيرة جدا بتعمله كمصدر رزق ليها. بتزرعه بقى في مساحات واسعة زي ما بنقول كده. وفي أنواع منه، بس بيجيبوا الأنواع الأفضل من النوع اللي معانا ده النوع البلدي. في منه النوع اللي هو بيبقى كبير أكبر، يعني طوله يجي متر أو أكتر من متر كمان، وبيبقى السمك بتاعه إيه؟ اكبر من كده بكتير، قد ده مرتين ثلاثه. وبيتباع. احنا صادفنا واحنا ماشيين في شارع من الشوارع في القاهره، لقيت الكوز هناك ب75 جنيه. قد ده كده، بس ما بيفضلوش ان هم يستخدموه. اغلب الناس هناك ما بيفضلوش ان هم يستخدموه. فانا سألت في الموضوع ليه يعني ما بتستخدموهوش، بيفضلوا يجيبوا الليفه الصناعيه اللي هي بتتباع في الصيدليات. فقالوا ان دي لما يتسبحوا بيها ويركنوها. طبعا مش عارفه بقى هم بيركنوها ازاي بصراحه. فبتعمل بكتيريا. تمام. لكن هي ليها صبانه او ليها حاجه كده بتتعلق فيها تقوم تنشف. فطبعا انا ما خدتش وديت في الكلام، لاني طبعا كل واحد ليه ايه، ليه تفكير، او كل واحد بيحب يستخدم الحاجه اللي هو بيحبها او مرتاح ليها. فطبعا قررت ام احمد ان هي تجمعهم مع بعض كده النهارده، وتقعد تقشرهم وتوريهولكوا وتقول لكم هي هتعمل فيه ايه بعد كده. هغسله. ايوه، علي صوتك بقى. هغسله واحطه في الشمس. في الشمس. ولما ينشف اقوم منزلاه وعينيه. تمام. بعينه بقى ايه ليه مواسم. دلوقتي هو كده رخيص. في الوقت اللي احنا فيه ده. دوت حته زي دي كده 30 جنيه، 20 جنيه، 25 جنيه، مش كلها. خدوا بالكم ان هي مرخصه في السعر بتاعها. عشان عندي يعني من عندنا. تمام. لكن لو تاجر بيبيع الحته دي ب 75 جنيه. تمام. اهي دي ب 20 جنيه. المفروض دي تبقى بايه، ب 35 جنيه. تمام. ما بيبيعوها، انا ببيعها ب 30 جنيه. الصغيره دي ب 30. ايوه. دوت ب 50 جنيه. بس لما بينغسل بقى بيبيض شكله حلو. خدوا بالكم ان هي لما بتيجي تغسله بيبقى عامل رغاوي كتير. احنا ممكن بعد ما نقشر مع بعض اللوف ونخلصه هتغسليه على طول. اغسله عشان احدده ايه. بصوا الكوز اللي في ايديها ده بتقول لك ان هو مستوي او استوى على الشجره نفسها. رخي شكله جميل. الرخي ده مش هيعمل رغاوي. تمام. ماشي. اما انا عايزه اوريكم واحنا بنغسله ازاي بيبقى عامل كميه رغاوي، فهو لازم يتغسل ويتنشر في الشمس. هوريه لكم واحنا بنغسله. هنخلص التقشير مع بعض وهنقوم نغسله مع بعض على طول وننشره. كده.
استنى بقى لما تقشري، قشري دغري يلا عشان تجيبي الميه وتغسلي وتنشري. الناس بقى بتفضل الحته الصغيره. ايه؟ الناس بتفضل الحته الصغيره. دي ب 15 جنيه. طب استني ما نقول دي. تقول لك ب 15 جنيه الصغيره دي؟ لا دي ب 20 جنيه. تقول لك لا ب 15 جنيه الحته الصغيره. وكل واحد على قده يعني، بيبقى فيه ده وفيه ده. وساعات والله انا بيصعب عليا الناس بديها لهم ب 10 جنيه عادي، مش مشكله. كان معايا قد 3 حتت قد كده والله اديتهم للناس الغلابه اللي عايزين. هي ام احمد ما بتدقش في البيع بتاعه. لا ما بدقش والله. واحده جت خدت 6 حتت خدتهم مني ب 100 جنيه وهم يجيبوا كتير وما قدرتش. طبعا ايه، ام احمد جابت الميه وهتبدا بالفعل ان هي تغسله عشان تنشره. بصوا بقى وهي بتغسله بيعمل رغاوي، هوريها لكم دلوقتي حالا. هتمسكوا تغسلوا. في ناس بتنقعه في براميل، صح يا ام احمد؟ ميه نار. ميه ايه؟ ميه نار. في ميه نار عشان يبيض. عشان يبيض. لكن احنا بنعمله على مهل كده. زي ما هو بالميه العاديه، ما بنحطلوش ميه نار ولا حاجه من الحاجات دي. ده كده الطبيعي بتاعه. اللون الطبيعي بتاعه اللي هو جاي يعني بيه من الشجره بتاعته. مفيش حاجه نظيفه ازاي؟ ايوه، هو ده اللون الطبيعي بتاعه. ما هو ده اللون الطبيعي، ده الناشف بقى ما فيهوش اي حاجه. ده اللون الطبيعي. ايوه. فاهمين ازاي؟ مفيش رغوه ومفيش حاجات تانية اي حاجه. انتوا عارفين هو لو مش ناشف بقى، لو كان اخضر زي الكوز الاولاني كله كان عمل رغاوي كتيره قوي وكانت بانت في الميه. لا هو ناشف. يا جماعة ما تنسوش اللايك، يا جماعة ما تنسوش اشتراككم في القناة يا جماعة، شجعونا عشان نرجع مرة تانية زي زمان، لان احنا كنا غبنا عنكم فترة كبيرة جدا. بس ان شاء الله هنرجع تاني. الايه؟ السجاجة طلعت ايه؟ طلعت المية بيض. ده اللون الطبيعي. تمام. لكن لو عايزين نحط له ميه نار بيبقى ابيض زي اللي بيبقى في الشارع. تمام. لكن ده كده لونه الطبيعي. اللي هو جاي من على الشجره على طول على الناحيه. تمام. طبعا بقى ايوه ده سلو 12 احنا بنديله بقى لاي حد يكون تاجر. ايوه. بيجيب له ماده بيضه كده زي ميه النار وينقعوا فيها بيبقى ابيض زي القشطه وينباع الكوز اللوب بمبلغ وقدره عشان ابيض وبس تلاقيه ناعم واتهرى واتربى. تمام. عشان ميه النار. لكن ده بيعيش فتره كبيره يقعد بال4 اشهر 5 اشهر الكوز اللوب بحاله. شايفين الرغوه؟ بصوا انا برضو على ايديها وعلى في قلب الميه برضو اكتر. تيتا انا مش عايزه البتاع.
طبعا في اي مكان بقى فيه شمس، وهننشره بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ام احمد هتنشره على تكعيبة العنبة، بصوا في الشمس على طول. ويا ندى هنسيبه بقى يصفي ميته لما ينشف تماما، وبعد كده نلمه. طبعا يا جماعة ده كان نهاية الفيديو، نلتقي في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.